السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أب بيقتل ولاده التلاتة في لحظة غضب. قصة النهاردة حقيقية، حكاية عصام ونجوى. اللي حصل مجزرة. عصام أب بيحب أولاده جدا زي أي أب عادي، وبيحب مراته جدا جدا، وكمان مراته كانت بتحبه قوي. دي شهادة الجيران والقرايب وأصحابهم كمان. بس اللي حصل، عصام قتل أولاده وكمان مراته. دي حكايتنا النهاردة. حكايتنا النهاردة مش حكاية رعب عن جن أو أشباح، دي قصة رعب حقيقية بطلها إنسان عادي جدا، لكن النهاية كانت مجزرة كاملة. وده اللي حصل مع عصام ونجوى. بس قبل ما نبدأ الحكاية، طفي النور حواليك، خد نفس عميق، لأن الحكاية المرة دي مش مجرد جريمة، دي حكاية بيت كامل اتحول لجنازة في ليلة واحدة. ولو أول مرة تشوفنا ما تنساش تعمل متابعة للبودكاست وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ قصة النهاردة. في مدينة نابورو التابعة لمحافظة الدقهلية كان عايش شاب اسمه عصام سواق نقل، كان محبوب من الناس كلها، أصحابه وجيرانه وقرايبه كانوا بيقولوا عليه جدع وصاحب صاحبه. عصام كان نفسه زي أي شاب يشتري شقة ويتجوز ويكون أسرة. بقى يشتغل ليل ونهار لغاية ما كون نفسه واشترى شقة وفرشها على قد الحال. اتقدم لبنت الجيران آية، وعلشان سمعته كانت كويسة جدا هو وأهله أهل آية وافقوا على الجواز. بس عصام كان عنده عيب واحد بس، عصام كان عصبي جدا. بس هي قبلته بالعيب ده لأن مفيش حد كامل، وكمان شغله كان صعب، ويمكن ده هو اللي خلاه عصبي غصب عنه. عصام وآية اتجوزوا والدنيا كانت ماشية كويس بينهم. طبعا ما كانتش بتخلى من شوية خلافات زي أي حياة، زي أي بيت عادي، بس الخلافات كانت طبيعية وبتتعدى. وآية كانت بتعرف ازاي تحتوي غضب عصام. ربنا رزقهم بأولادهم التلاتة، مريم ومعاذ ومحمد. وفجأة آية تعبت، افتكروا ان هي عندها دور برد، بس الدور اتطور، كانت كورونا. دخلت المستشفى وماتت فيها. عصام بعد آية رفض ان هو يتجوز ويجيب لولاده ومرات أب. فضل عايش فترة، طبعا شغله كان بيتطلب ان هو يسافر لدول كل شوية ما بين ليبيا والأردن وغيرها وغيرها. كان بيضطر ان هو يسيب ولاده عند مامته وباباه. بس جم في فترة مامته قالت له لازم البيت يكون فيه لازم البيت يكون فيه واحدة ست تحتوي الأولاد. طبعا هو كان رافض وقال لها سبب رفضه مش عاوز واحدة تيجي تعمل ولاده بطريقة وحشة. بس هي أكدت له إن هي عينها على واحدة وهي دي كويسة جدا وهي دي المناسبة له. بعد كلام كتير اقتنع عصام، راح علشان يشوف العروسة. كان اسمها نجوى، هي كمان كانت متجوزة قبل عصام، عندها محل لبيع الأدوات المنزلية في نفس البلد. قعدوا مخطوبين فترة قصيرة، وكان بيراقب نجوى وتعاملها ازاي مع الأولاد في الفترة دي. بس نجوى كانت بتحب الولاد جدا جدا جدا، كانت بتجيب لهم حلويات وحاجات حلوة كتير، وكانت بتطلب ان هم كل ما يخرجوا لازم يبقى معاهم الأولاد. عصام ارتاح لها قوي، وفعلا تم الجواز. بمرور الوقت هما الاتنين حبوا بعض، ده كان بيبان في صورهم على السوشيال ميديا وصور كمان الأولاد. نجوى كانت بتستمتع بحياتها مع الأولاد جدا كأنهم ولادها بالظبط. أول ما عصام ما يخرج يروح يسافر في شغل، كانت بتاخد الولاد تفسحهم وتجيب لهم لبس على حسابها،
ما كانتش مقصرة معاهم خالص، عايشة معاهم كأنها هي مامتهم. بعد فترة ظهرت عصبية عصام. في الأول نجوى كانت بتحتويه، زادت الخلافات ما بينهم حبة بحبة، بس برضه كانوا بيرجعوا تاني يتصالحوا ويرجعوا تاني لبعض. عصام كان متمسك جدا بنجوى، لأن هي كانت بتعامل ولاده كأنهم ولادها مش مرات أبوه. في يوم اتخانق عصام مع نجوى خناقة كبيرة جدا وتطول عليها. كبرت الخلافات بين نجوى وبين عصام، بس نجوى ما قدرتش المرة دي تستحمل العصبية خالص. العصبية بتاعته كانت كل يوم بتزيد عن اليوم اللي قبله. نجوى تحت الضغط ده طلبت الطلاق، وكمان راحت على بيت أهلها. كانت عايزة تاخد الولاد معاها من شدة خوفها عليهم من أبوهم وعصبيته، بس طبعا ما قدرتش. عصام اتجنن لما عرف إن هي طالبة الطلاق وسابت البيت كمان، بس ما كانش عنده وقت يروح لها بيت أهلها علشان يصالحها. كان ساعتها طالع شغل في الأردن. بعد كام يوم رجع لبلده، وقبل ما يروح راح لنجوى على المحل بتاعها، عاتبها علشان رفضت ترجع البيت، وكمان على طلبها الطلاق. وقعد يشرح لها هو بيحبها وهو متأسف، ووعدها كتير قوي وان اللي حصل المرة اللي فاتت مش هيحصل تاني، ويأكد لها. بس نجوى ما كانتش طايقاه خالص، كانت الحكاية واصلة معاها لسكة مسدودة، وقالت له مفيش فايدة، المرة دي لازم الطلاق يتم. بعد ما حس ان خلاص وصلوا الحيطة سد مفيش منها اي امل، طلب هنا منها ان هي تطلع للدور اللي فوق علشان هيوري لها حاجات ويأكد لها هو قد ايه بيحبها. طلعت. اول ما طلعت فاجئها عصام وطعنها 16 طعنة. بعدها روح على بيته، كان هناك ولاده، وقتل ولاده التلاتة: مريم 12 سنة، ومعاذ 7 سنين، ومحمد 5 سنين، ما بين خنق وطعن بالسكينة. وكتب على صفحته في الفيسبوك نعي، وصور ولاده. دي كانت حاجة غريبة جدا، وطبعا الكل ردوا في التعليقات ودعوا للولاد بالرحمة ولأبوهم بالصبر. بس لما اكتشفوا الحقيقة بعد كده كلهم بقوا يدعوا عليه. بعد ما خلص على الولاد اتصل بجدة الولاد أم مراته الأولى آية، وقال لها أحفادك التلاتة ماتوا. هي من شدة المفاجأة سكتت وقالت له إيه؟ قال لها بقول لك أحفادك التلاتة ماتوا. قالت له إيه؟ قال لها أحفادك التلاتة ماتوا. هنا قعدت تصرخ وتصوت، ما كانتش مصدقة. عصام قفل السكة ومشي من البيت بسرعة علشان يكمل باقي الجريمة. راح لمدينة طلخة القريبة منهم، طلع فوق كوبري السكة الحديد الواصل ما بين المنصورة وطلخة، وأول ما لمح القطر جاي رمى نفسه قدامه. القطر طبعا حوله الأشلاء، وتم التعرف عليه بصعوبة شديدة قوي. الولاد تم دفنهم. نجوى لحقوها، ما كانتش لسه ماتت، راحت للمستشفى في حالة صعبة قوي. بعد كام يوم ماتت هي كمان. دي حكايتنا يا جماعة. الأطفال هم ضحايا أي خلافات. الأطفال دايما هم اللي بيدفعوا تمن مشاكل الكبار. الخناق المستمر والصوت العالي والخوف داخل البيت بيسيب جروح نفسية عمرها ما بتختفي. لحظة غضب ممكن تدمر عمرك كله. كل اللي بنى عصام في سنين انتهى في كام ساعة. بيته وولاده وحتى حياته وسمعته كله ضاع. علشان كده الإنسان وقت الغضب لازم يبعد. اسكت، امشي،
لكن ما تاخدش قرار وانت منفعل، لان ده هيخليك تخسر حاجات كتير قوي. دي كانت حكايتنا النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل حكايتنا أول ما تنزل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.